اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. عارفه ان انا غبت عليكم على ما بنزل فيديوهات، بس والله مشاغل بقى، يعني لما بلاقي نفسي فاضيه بفتح الكاميرا. معانا فيديو جديد ويوم جديد، ومنساش الصلاة على الرسول والدعاء كتير لشهداء غزة، ربنا يا رب يرحمهم ويجعلهم من أهل يحتسبهم عند الله شهداء، ويعينهم على اللي هم فيه، ويا رب ينصرهم نصرا يتعجب له أهل السماوات وأهل الأرض يا رب العالمين. الوقت معايا كيلو حليب، فحطيت عليه يعني نص كيلو مية، وحطيت عليه معلقة 3 معالق بتاع لبن بودرة تعزيز نكهة، وهحط كيس كريم شانتيه، وحطيت 7 معالق سكر على حسب التحلية اللي انت عايزاها، كيسين فانيليا. اكيد طبعا انتوا كده عرفتوا انا هعمل ايه. هقلب بقى كل دوت على البارد كده مع بعضه. يبقى حطينا كيلو حليب، نص رتل ميه عليه. الحليب اللي عندي دسم، والقشطه بتاعته ما شاء الله، وجايباه من حد فلاح ومضمون. نزلت عليه بشويه ميه، وحطيت عليه معلقتين لبن بودره تعزيز الطعم، وحطيت كيس كريم شانتيه، وحطيت 7 معالق سكر على حسب التحليه وفانيليا. معايا رز بقى كنت غسلاه ونقعاه، واديت له غلوه كده، زودت له الميه لحد ما بقى 3/4 سوا، واخلي انزل عليه باللبن قرب ما يدخل في الغليان. نزلت بقى عليه دلوقتي، وحطيت الرز، وبدأ يغلي ويروح يدي مع نفسه كده، وبقى كريم وحلو. وده طبعا لسه ما حطيتش فيه نشا ولا اي حاجه. انتوا كل لما بتسيبيه على النار كل لما بيتقل مع نفسه. الرز بلبن ما بيحبش نشا، لان عايزاه يبقى معاكي كريمي وطعمه حلو كده، ما تحطلوش نشا. هو كل ما بتسيبيه على النار كل ما بيتقل مع نفسه اهو. طبعا لو عندك معلقتين قشطه كمان بقى يا سلام يا سيدي. او شفتوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي؟ ده احلى رز بلبن. هنا بقى دلوقتي خلاص هيطقطق معايا، هيغلي كده مع نفسه غلوتين كمان. هبدأ بقى اصب في الكاسات بتاعتي، وفي البولات اللي انا هحط فيها على طول، وايدك فيه تقلبي من تحت لفوق وانت بتصبي، عشان ايه؟ يبقى كله في رز، ما يبقاش في حبه فيهم لبن وحبه ما فيهمش رز. هنا بقى خلاص هاخد الحله بتاعتي على على الرخامه، وابدا اصب في الاطباق بقى. شوف انت عايزه تصب في ايه صب. هنا بقى انا مجهزه الاطباق، جايبه اطباق سلوفان عشان عايزه تبقى نحبه بنعشقه كده، لما بتحط رز بلبن وتدخليه تحت الشوايه ياخد له الله. اديني يا جماعه، طعمه بيبقى خطير 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 خطير، كأنك بتاكلي مش عارفه بقى رز بلبن رز معمر، مش عارفه هو طعم. يعني بصي، جربيه. دلوقتي بقى عملت الاطباق اللي تخش الفرن اهيت، ومعايا البولات التانية بقى اللي هحط عليها مكسرات. ودو احلى رز احلى واطعم رز بلبن، احلى من الرز بلبن اللي انت بتجيبيه من محلات. دلوقتي عشان اروح اشتري طبق بشتري ب20 ب25 جنيه، وطبق ما يسكرش قد كده. ليه؟ احلى اطعم رز بلبن تاكليه في البيت. جربيه بالطريقه ديت، وبالذات اللي بيتحط تحت الشوايه في الفرن ياخد اللون ده جميل جماله. طعم طعامه يا جماعه. ريق جري يا جدعان، ريق جري. الوقت بقى كملت اهوت، ويا دوبك عامل لي كميه بصراحه محترمه، وطعمه كريمي وتحفه، واللبن البودره معزز الطعم معايا، والكريم شانتيه، وبقى لو كمان بقى معلقتين قشطه كده يا سيدي. هنا بقى خلاص خلصت اهوت. همسح بقى الحروف دي واظبطها وادخله على الصاج الفرن كده ياخد لون، ونشوفه مع بعض بقى لما يطلع بقى اللي خد اللون خد، ولا نحط عليه مكسرات نديله مكسرات. لو وصلت لحد هنا بقى حط لي لايك حلو منك كده، عشان ايه؟ افرح، وتعليق جميل كده مني. خلاص كده بقى اهوت. هروس هو ده مقبوله بس اللي ما فضلتش عندي. هنا بقى اهوت جنب بعض اهوت، دي بقى مكسرات سوداني على كاجو على عين جمل على بندق على بتاع. اظبط بقى الاطباق كده اهوت، والاطباق التانية ده ادخلها الفرن، وما تطلع ابقى ارش عليها. الله، احلى واطعم رز بلبن. دخلت بقى الفرن كده وشفته، شفت الطعم والجمال. حاجات بسيطه كده. بصي رز لبن، رز بلبن ام علي. بس مش عارفه اقول لك هو طعمه ايه الصراحه، بس طعمه جميل وكريمي. انا هوريكم بالمعلقه دلوقتي عن قريب، شوفوا طعمه، شوفوا شكله بس عامل ازاي. باين ان هو كريمي قوي قوي يعني اهو. يا سيدي، لايك بقى عشان ايه الجماله والطعم دي اهو. هجيب بقى معلقه اوريكم الطبق كده بقى. قرب 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 نقرب، ونشوف بقى ايه القوام عامل ازاي. كأنك بتاكلي في كريمة فعلا قشطة. نعمل بقى بالمعلقة كده اهو. شفتوا؟ بقولك والله قشطة، والله الطعم بقى يا لهوي، والسكر بتاعه مظبوط وجميل. انا برضك كان لسه دافي شوية، ما امسكش، ما يمسك بقى هيمسك سنة كمان عن كده.
كأنك بتغتصف في علبة كريمة من جوه كده. وده كده كان الرز بتاعنا بقى، الرز بلبن بتاعنا. تعالوا نخش على اللي بعده. دلوقتي بقى ايه، عايزين ناكل كيكة بالشوكولاتة. انا ليا بركة اللي انتم لانش بوكس بقى ومدارس وليلة وفخامة وحاجات من دي. معانا بقى ايه، ادا كوباية. يا جماعة كأنهم كابس عليا والله. ادا اتنين، ادا تلاتة. انزلي يا اختي، 3 كوبايات. 3 كوبايات من الدقيق ننخلهم نخل محترم. هننزل عليهم بكيس ونص بيكنج باودر، كيس ونص بيكنج باودر او خميرة الحلويات. ونحط عليهم ايه بقى، كيسين نسكافيه. نحط الاول حبة كاكاو محترمين خام كده، من اللي هو الغامق دوت. ننخل دولت جامد مع بعض كده. خلاص كده نخلناهم نخل محترم. ان كل ما تنخلي الدقيق كل ما الدقيق يعمل معاكي ايه، طراوة وهشاشة في قلب العجين كده، بيدخل فيها هوا. اه كده بقى نخلنا الدقيق ونخلنا الحاجة. هقلبهم بقى بالمضرب في بعض كده عشان يختلطوا ببعض. اه هنزل عليهم بذرة ملح بسيطة. هنحط بقى ايه، كوباية ونص سكر، او كوبايتين، يعتبر كوبايتين عشان طبعا الكاكاو معانا خام وكده. كوبايتين اهو، كوبايتين سكر. هنزل عليهم بكيسين نسكافيه من اللي هو القهوة، العشاق القهوة بقى، او زي ما انتوا شايفين كده اهو. وكيسين فانيليا. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كده. هحط بردك معلقتين لبن بودرة كده، معلقتين صغيرين. اه اتأكدت كده ان كله تمام. هنزل بقى ايه، بالبيض. معايا كده 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ومعايا بقى ايه، كيس لبن او كوباية لبن. انا طبعا ما عنديش لبن سايب، بس عندي المعلب دوت، كبيت الكيس اهوت. احط بقى ايه، نص كوباية مية. واقلب كل المكونات دي مع بعضها كده بالراحة كده بقى لحد ما يمتزجوا مع بعض كده. ونلاقيهم ايه، عمل. هقلب كل المكونات دي جامد قوي قوي كده. اه هجيب بقى كوباية مية مغلية. كاتل جنب مية غالية، في مية اهوت اهي. المية مغلية بسرعة كده وتقلبي. اه كوباية، يعني كوباية كوباية وربع كده، على حسب ما تشوفي العجينة معاكي، عجينة الكيكة هتبقى عاملة ازاي. اه دي القوام اللي انا عايزاه. مجهزة بقى الصينية جنب والبتاع جنب متبطنة. هكب فيها بقى كوباية الا ربع زيت بقى. ونعمل المكونات دي كلها على بعض كده. زيت ذرة ما يكونش له ريحة، او زيت اي زيت ما يكونش له ريحة. وتخلطي بقى كل المكونات دي مع بعض كده. حط بقى معلقة خل. حطيت بقى معلقة خل وقلبت كله ببعضه. وهدخل بقى ايه، الصينية اللي كنت طبعا قبل ما تشتغلي فيها قبل اي حاجة بتكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية. وتظبطي الحرارة بتاعتها، بتدخلها على درجة حرارة 180. بتاخد لها من نص ساعة، ساعة الا ربع. مع انك ايه، تختبريها بخلة من بتاعة الاسنان. لا طلعت الخلة نضيفة، يبقى هي كده تمام مستوى. تطلع بقى دلوقتي هتشوفوا ارتفاعها وقوامها، هشة وجميلة. وبصوا طعم النسكافيه موديها في حتة تانية خالص. كده بقى ادخلها الفرن. وما تطلع بقى نشوفها مع بعض. هنا بقى ديت كنت عملت واحدة صغيرة كمان فانيليا كده بحبة بالبطين اللي اتبقوا. وزي ما انتوا شايفينها كده.
هي نعم الحبة كانوا صغيرين في الصينية، بس طلعت طرية وجميلة من جوه وهشة، وبصوا هايلة زي ما انتوا شايفين كده اهو. ودي كمان اللي بالشوكولاتة طلعت اهي، شفتوا الارتفاع بتاعها والسكينة ماشية فيها زي الحلاوة اهو. شفتوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اعملها وانت قلبك جامد ان هي تطلع وهتنفخ معاك وهتبقى مية مية اهو. شفتوا بس كانت كده سخنة مولعة، مش عارفة اشتل منها حاجة اهي. شفتوا عاملة الارتفاع عامل ازاي، وطرية وهشة مش مكتومة. وبصوا اسفين الفيديو بتاعنا يكون خلص، اشوفكم على خير في الفيديو